استريح يا شيخ محمد. اقعد اقعد. فيها نفع لله والسوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، سيد الأولين وسيد الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتخلق بأخلاقك وسار على نهجك إلى يوم الدين. وبعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر سيدنا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا يعني صارت وشرح صدورنا كما يقولون من المهد إلى اللحد. كان زي حالاتي وقع في فخ، فأطلب من الله عز وجل العون. سيدنا وحبيبنا محمد هذه ليلته وهذا ميلاده. أحد الصالحين يقول للحبيب محمد أو عن الحبيب محمد: قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي. مع إن ربنا قال للنبي اقرأ. قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فمدح أحمد يعلي هيمة الكلم. هل تبلغين من التبيان؟ انت الكلمة تقدر من التبيان والبيان تصفين لنا الحبيب محمد. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لو قيل لك ما مولده، لو واحد سألك عن ميلاد سيدنا النبي، ايه ميلاد النبي؟ تقول له ايه؟ بعد ما تصلي على النبي تقول له بدر التمام محى الله به الظلام. ادي ميلاد حضرة النبي. لما يسألك واحد عن ميلاد سيدنا رسول الله تقول له ايه؟ بدر التمام محى الله به الظلام. طب ليه سيدنا النبي جه في الكون؟ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان كده ربنا أرسل لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، مش لينا بس، مش للإنس بس، مش للجن بس، مش للحيوان بس، لا ده للعالمين. وأهل التفسير وغير سيدنا الشيخ أحمد، أهل التفسير يقولون العالم كل ما سوى الله عز وجل. كأن الطير عالم، وكأن الجن عالم، والإنس عالم، والبحار عالم، والجماد عالم،
صلى الله به عليه بأهل. اللهم صل وسلم وبارك. ومن صلى علي بأهل الله يصلي عليه ألف. طب واللي يصلي ألف على الحبيب محمد حرم الله جسده على النار. الله صلى عليه. النبي صل عليه سيد الكونين عليه الصلاة والسلام. علم الأعلام. صل عليه الله عز وجل خلقه بيده صل عليه وهيأه بقدرته وهيأ له جوا ومناخا حتى يخرج من نور النور. لقد جاءكم من الله نور. صل عليه. اللهم صل عليه. جاءكم من الله ايه؟ نور. نور. وبعدين وكتاب ينفع اديك كتاب ويقول لك اقراه وصل سكينه الكهرباء ينفع؟ لا. الله سبحانه وتعالى قبل ان يعطيك الكتاب هيأ لك النور والنور هو الحبيب محمد. اللهم صل نور بيسرد من جبين الساري في ليلة والناس فيها نوام. نامت عيون الناس إلا مقلة سمعت تنادي عالم الأسرار. كل العيون تنام إلا عيون الأنبياء. كل القلوب تنام إلا قلوب الأنبياء. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إذا لا تنام جفوننا وعيوننا وقلوبنا لا تنام. إذا نامت جفوننا العيون يعني لما تكافر كده قلوبنا لا تنام. سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه دون سائر خلق الله أجمعين. الله فضله وجمله وجعل كل الكون تحت إمرة الحبيب محمد. لما أخذ سيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نجيب الجبل والنجيب يقول له يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر عن يساري. لو حطوا الشمس في اليمين دي والقمر عن يساري على ان اترك امر ربي ما تركته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى قال يا رب ايه بعد ما صلوا على رسول الله يعني طلب منه طلب اريد ان اراك يا رب. فطلبها مباشره قال رب ارني انظر اليك. مش كده سيدنا موسى ربنا قال له ايه؟ قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل. يعني هذا الرؤيا على استقرار الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كما تعلمون وتحفظون عنه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لكن سيدنا النبي هل طلب من ربه ان يراه؟ ما طلب. حتى في العباد حتى في لما سيدنا رسول الله كان عاوز يصلي تجاه بيت الله الحرام ربنا الجبل هو ما قالش الله الذي قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف ربنا اللي فيها الاستاذ فلنولينك قبلة ترضاها. الله يقول ترضاها ويقول له في آية أخرى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى كم الله للنبي من الله بعد ما تصلي على النبي
النبي؟ كم رضا؟ وهو عاوز يشوف الحق سبحانه وتعالى. أرسل له مين؟ سيدنا جبريل في الإسراء والمعراج كما تعلمون. سيدنا موسى كان ايه؟ قال ربي أرني أنظر إليك. لكن سيدنا رسول الله طرق عليه الباب جبريل ومعه البراق أسرع من الضوء، أسرع مركبة في العالم كله، يضع آخره عند منتهى بصره. لذلك هنا سيدنا جبريل يقول أما أنا تقدمت الإحراج كما تفهمون. فلو أنت عاوز تعرف مكان سيدنا رسول الله تقارن قول الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، والآية الثانية بتاعت إيه؟ الإسراء أو بتاعت المعراج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى. لما تحط الاثنين دول قصاد بعض تعرف قيمة ومكانة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قارنت قولك لم تراني، وإن قارنت قولك لم تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. لما تقارن دي افهم معنى ومكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قارنت قولك لم تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ طفلا. هذه مكان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، سيدك وحبيبك محمد الذي تباهى به الأولون والآخرين. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت النبي، أول من أسلم من الصبيان عليه بن أبي طالب. أراد رجل أن يتفاخر عليه، واحد حب يتفاخر على سيدنا أنا فلان ابن فلان، عنده مفتوح أنا فلان ابن فلان، عندي الخدم وعندي الحشم وعندي المال وعندي الجاه وعندي السلطان وعندي القوة وعندي العداء. من أنت يا علي؟ واحنا عارفين ان الاسلام لا يعترف بالحساب ولا بالانساب، انما يعترف لا اله الا الله محمدا رسول الله، بعدها ياتي الحسب والنسب. كتب ود على سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن ابي طالب الى فلان الفلاني، تقريبا كانوا عاملين يقول له ايه؟ محمد النبي أخي وصهري. انت بتقول انا عندي عباية وعندي قصور وعندي نور وعندي، طب انا بقول لك انا مين؟ محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي وشوق حبها بدمي ولحمي وصبطا أحمد بناي منها وصبطا أحمد بناي منها من منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. مين سألت بقى؟ انت عاوز تفتخر؟ اوعى تقول انا عندي بيت ولا عندي جاه ولا عندي سلطان، لا، قل انا ابن الدين. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من احاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
ساعة مرت عليك ما تعدش ولا مرة فيها بالصلاة والسلام على النبي كان وقت انت فاضي في الساعة والسكنة والغسالة والطيارة والعربية والشيخ الفلاني وانا مشغول والبنت والولد والجاه والسلطان. أين حبيبك محمد؟ انتوا عارفين الصلاة على النبي تعمل ايه؟ تفرج القلوب وتغفر الذنوب وتوسع الصدور وتجمل النفوس. اللي دايما يصلي على النبي تبص كده تلاقي وجهه منور. اتذكر الان سيدنا الامام ابو حامد الغزالي رضي الله عنه. سيدنا الامام ابو حامد قال كنت القي برزعي كانت الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت القي درس علم والمسجد غاص بالعلماء. بالله عليك لما تبص لحد اي مسجد وهذا شأن الامه وتطلع بره على القهوه ولا على الكوفي شوب ولا في النادي ولا على الشط تحزن مفيش مقارنه. ويا سلام لو كان يلعب هو زمان يجيب لي ايش؟ في النهارده نحيي ونحيا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمنا احنا هو عجيب جديد ما عارفين النبي راح وجات رضعت سبحان الله. وهان عليك ان تتلفظ بهذه الالفاظ في شأن حبيبك محمد اللي ربنا قال الله يعصمك من مين؟ يعني ربنا عصمه مني ومنك. يعني هو لا يحتاج اليك انت المحتاج الى الحبيب محمد. ورغم ذلك رغم تقسيم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا رب وعزتك وجلالك لا أرضى واحدا من أمتي خارجها. رغم الجهل منك رغم البعد رغم حب النفس والشهوات الحبيب ينادي على رب العزة ويقول وعزتك وجلالك لا أرضى وواحد من أمتك خارجها فيقول له رب العالمين يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك أنت تقول أمتي وأنا أقول رحمتي إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا حبيبي يا محمد. أنت مش عاوز تبقى أمة النبي؟ مش عاوز تبقى حبيبي حضرة النبي؟ اتعلم تحب النبي صلى الله عليه وسلم. اتعلم تكون صبور تكون صادق تكون مصلي تكون مزكي تكون حنون تكون عطوف على الفقراء رحيم لأهله. فسيدنا الإمام أبو حامد رضي الله عنه يقول كنت ألقي درس علم والمسجد غاص بالعلماء. فوقف لي سائل وقال يا أبا حامد قلت نعم. سؤال قال له ايه ما شأن ربك الآن؟ سيدنا الإمام أبو حامد يقول ايه فتصدق الجبين عرقا من شدة الخجل والرجفة. سؤال قوي سؤال له معنى سؤال في محله. مش زي ما بيقولوا احتفل ليه بالنبي وهذا احتفل بالنبي. لما مش هنحتفل ونحيا بميلاد رسول الله بمن نحيا بمن نحتفل بمن نعيش بمن نتنفس بمن نستعين في حياتنا. يقول سيدنا الإمام أبو حامد فتصدق
الجبين عرقا. قال فقدحت زناد فكري ومخزون علمي على أن أجد للسائل إجابة فلم أجد له إجابة. أمهلني الإجابة إلى غد. معلش سمحني، فهذا من فقه العالم، مش عيب لما تسأل سؤال وأنت لا تعلم. من سئل فقال الله أعلم فقد أجاب أو فقد أخطأ. هذا الحديث الحديث المحمود صلى الله عليه وسلم. لكن العيب كل العيب أن يفتي الإنسان بغير علم. يقول سيدنا الإمام فذهبت إلى كتبي وإلى علمائي كله في الصباح، ذهبت إلى المسجد كعادتي وبني السائل في العالم بس ما شاء ربك الآن أمهلني الإجابة إلى 3 أيام متواصلة. كل مرة يقول أمهلني الإجابة إلى لما يئس سيدنا الإمام رضي الله عنه وضمت به الصور دليل في آخر الليل أتوضأ وأصلي لله ركعتين ثم أصلي على الحبيب محمد وأطلب من ربي ببركة الصلاة على الحبيب محمد أن يلهمني الإجابة في منامي. أنا مش كده بكت، أنا أجعل وسيلتي والوصفة سيدنا النبي. فعلا توضأ فيها شيء لن حينما رأى نجومه واسود ليله نادى ربه استقبل القبلة الله أكبر وقرأ معه من القرآن وركع وسجد، ولما انتهى جلس يصلي على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي. يعني الراجل اللي يقول ايه اوعى يا بائع العنبر لا تبع جنب قصر الحبيب عنبر. انت جاي تبيع مش عاوز اقول هذه بعد ما صلى على رسول الله. انت جاي تبيع العنبر جنب العنبر ليه؟ المسك من قبر النبي يفوح والنور من قبر النبي يلوح. اوعى نفسك، خلي بالك انت امام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الرجل يصلي على النبي ودخل في فراشه وقبل أن ينام اللهم ألهمني الإجابة في منامي. خلاص دخل النوم. قال في كلمة أبو حامد قال